بص، مفيش حاجة دايمة في حياتك. خليك مقتنع كده إن مفيش حاجة دايمة في حياتك. أسألك كام سؤال كده، لو أنت عندك الإجابة فحياتك هتتغير 180 درجة وكل مشاكلك هتتحل، سواء في المذاكرة أو في الشغل. زي ما قلت لك، مفيش حاجة دايمة في حياتك. عايزك تقعد مع نفسك 5 دقايق، 5 دقايق بس، عشان تعرف تجاوب على الأسئلة دي. ويا ريت كمان يكون معاك ورقة وقلم عشان ما تنساش الكلام ده. زي ما قلت لك، مفيش حاجة دايما في حياتك. مفيش حد هيفضل معاك دايما. مفيش حد هيصرف عليك. مفيش حد هيشغلك. مفيش حد هيفضل معاك للآخر. خليك مقتنع بالجملة دي. ايه بقى الأسئلة؟ أسألك الأسئلة كده وشوف انت عندك إجابة ولا لا. يعني لو انت عندك مشاكل في المذاكرة أو في الشغل أو انت تايه في الدنيا، حاول تدور على إجابة للأسئلة دي. حاول. أنا عارف إن هي صعبة شوية. هو صاحبك اللي معاك تخرجوا مع بعض، تتفسحوا مع بعض، تكلموا عن النت هنا يعني، وبتزعل لما هو بيزعل، ولما بيكون عنده مشكلة بتحاول إن أنت تحلها له، ولما بيكون عنده مشكلة للأسف أنت بتكون متوتر برضه وعندك نفس المشكلة. طيب صاحبك ده دايم في حياتك؟ لحظة صمت. صاحبك ده هيفضل معاك على طول؟ صاحبك ده هيشغلك؟ لو انت نزلت في مادة او سقطت في مادة، يعني سواء كنت في اعدادي او في ثانوي، صاحبك ده هينجحك؟ ما افتكرش. طب لو انت صاحبك ده هيدخلك الكلية اللي انت نفسك تدخلها؟ ما افتكرش. صاحبك ده هيشغلك بعد ما تخلص كليتك؟ ما افتكرش. صاحبك هيصرف عليك، هيأكلك، هيشربك، هيديك فلوس؟ ما افتكرش. امال مين اللي هيعمل كل ده؟ نفسك، غالبا نفسك انت اللي هتعمل كل ده، محدش هيعملها معاك. ده سؤال عايزك تلاقي الإجابة كده. كمان سؤال، هل النت اللي انت بتفتحه على الموبايل، هل النت ده هيجي في يوم وهيخلص؟ او هل فجأة كده تلاقي الفيسبوك اختفى، او هتلاقي اليوتيوب اختفى، او التيك توك اختفى، او المواقع اللي انت بتضيع وقتك عليها هل هتلاقيها اختفت؟ طيب هل لو بعدت على النت شوية او بعدت عن النت شوية، هل الحياة هتتغير؟ لو انت بعدت يوم او اتنين او تلاتة، هل الدنيا هتتغير؟ ده سؤال. كمان سؤال، العلاقات الكتيرة اللي انت بتعملها، سواء ارتباط وحب وبتاع والكلام ده، يمكن ناس كتير تزعل من الحتة دي، بس اساسا يعني اساسا اصلا 60% مرتبطين اصلا. يعني 60% حاليا من الشباب اللي من دول مرتبطين، فمحدش يزعل من كلامي. انا عارف ان هي علاقة محرمة وملهاش اي لازمة، وانت عارف ان هي حرام، فانا مش محتاج انصحك. انت عارف كويس ان هي علاقة حرام، وعارف كويس ان هي مش هتكمل، بس انت مكمل. فانا مش في الحتة دي كلامي. هل الوقت اللي انت او انت بتضيعه في علاقة زي دي، والعلاقة بتنتهي بالانفصال، هل لها لازمة أم ملهاش لازمة؟ ده سؤال، سؤال من ضمن الأسئلة. طيب سؤال كمان، هل الحوارات اللي انت بتدخلها حوارات ومواضيع كده وحاجات انت بتورط نفسك فيها لمجرد انك عايز تثبت ان انت مفيش منك اتنين، هتستفاد منها حاجة؟ سؤال. سؤال كمان، السؤال ده مهم على فكرة، هل وقتك اللي انت بتضيعه في تفاهات مع ده وده ودي وده، وتفتح شات على الفيسبوك او تدخل في جروب او تدخل في حوارات، هل ده هيفيدك في حاجة؟ لا. تعالى بقى جمعنا الأسئلة كده مع بعض، نشوف الأجوبة، نشوف الإجابة. هل صاحبك هيفضل معاك دايما؟ لا، مفيش حد هيفضل معاك دايما، وده عن تجربة. صاحب إعدادي، صاحب ابتدائي احتمال ما تلاقوش في إعدادي، وصاحب إعدادي 70% مش هتلاقيه في ثانوي، وصاحب ثانوي 90% مش هتلاقيه في الكلية، وصاحب الكلية 100% مش هتلاقيه في الحياة الخارجية. فكلها فترات، فترات بتسلم بعضها. فانت حاول ما تضيعش وقتك قدر الامكان مع حاجه مش هتفيدك. حاول، انا ما بقولكش ما تصاحبش، لا صاحب، بس ما تديش وقتك لصاحبك. بمعنى لو صاحب يقول لك تعالى نطلع تطلع، تعالى نعمل، تعالى نعمل اللي ما تعملش هتروح معاه، لا.
خلي اولويتك حياتك، اولويتك مذاكرتك، اولويتك شغلك. اولويتك ايه؟ تكون مذاكرتك، شغلك، حياتك. يعني حتى لو مجرد انك مش مرتب الاوضه وصاحبك قالك تعالى نخرج، لا ما تخرجش غير لما ترتبها، لان دي اولوياتك، دي حياتك. مفيش حد، يعني مثلا نضاره نظر زي دي، مفيش حد هيجيبها لك، صاحبك مش هيجيبها لك. واحد بتكلمه هنا مش هيجيبها لك، لا انت اللي هتجيبها، انت اللي اشتغل واطلع هنا وهتجيبها. تمام؟ حتى اهلك اللي في البيت مش دايمين، اهلك هيفضلوا معاك لحد اخر الطريق، اللي هو ايه، عملوا اللي يقدروا عليه، دخلوك كليه كويسه، خلصت الكليه، طيب مع نفسك في الدنيا بقى، نفسك مع نفسك، اشتغل، اصرف على نفسك، اتجوز، كون نفسك. هيقفوا عليك معاك على قد ما يقدروا، لكن هيكون ليك حياه خاصه وحدك بعد كده. يعني في الاول وفي الاخر انت المسؤول عن حياتك، مفيش حد غيرك. دي لحظه ادراك، لحظه ادراك مع نفسك انك مستقبلك انت متوقف عليك. شفت بقى؟ مستقبلك متوقف عليك انت، مش متوقف على حد تاني. ده كانت اجابه بتاع صاحبك دايم في حياتك؟ لا مش دايم. حاول ما تورطش نفسك وتصاحب كتير وتصاحب ده وده وده، لا تصاحبش كتير، ملوش لازمه الصحاب الكتير يعني. السؤال اللي بعده، هل تضييع وقتك في النت او السوشيال ميديا او الكلام ده دايم؟ لا مش دايم. انك تدخل شات او تتعرف على حد يومين ثلاثه ويمشي، وتعرف غيره يمشي، تعرف غيره ويمشي، تصاحب واحد على الفيس النهارده يمشي، كلها فترات مؤقته على الفيس ملهاش اي لازمه. انت هنا بتضيع وقتك حرفيا، انت هنا قمت فتحت النت عشان تكلم شخص ما تعرفوش، وتسيب مذاكرتك، تسيب حياتك، شغلك، عشان تكلم شخص ما تعرفوش مش هيفيدك بأي حاجة. بص أقول لك حاجة، في كده مقولة لسيدنا عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول إيه؟ إذا احترت بين أمرين فخالف هواك. حتة كده، إذا احترت بين أمرين فخالف هواك، فالصواب دائما، أو الصواب في مخالفة الهوى. يعني لو أنت احترت بين حاجتين أو شيئين، اختار الحاجة اللي هي مخالفة لنفسك، أو الحاجة اللي هي مخالفة لهواك، لأن هي دي غالبا هي دي اللي بتكون صح. فاختار الحاجة دي. السؤال التالت هجاوب لك عليه، هل العلاقات اللي أنت بتدخلها والارتباط والحوارات دي دايم؟ لا مش دايم. أنت هنا بتسيب مذاكرتك، بتسيب شغلك، بتسيب كل حاجة، بتسيب حياتك عشان بس تقعد تكلمها أو تقعدي تكلميه. بس هقول لكم معلومة كمان، حتة كده للبنات. بصي، هو لو هو راجل وفعلا هيتجوزك زي ما بيقول يعني، مش هيكلمك كتير. ليه بقى؟ لأن مش هيكون عنده وقت مهتم بمستقبله. يعني أنا مثلا واحد مهتم بمستقبلي، بعمل فيديوهات على الفيس، بتابع مع الناس، برد على الناس، بحاول إن أعمل قاعدة جمهورية كبيرة، جماهيرية قصدي كبيرة، أفيد غيري كده. فأنا هنا ما عنديش وقت إن أنا أكلم حد. تمام؟ عايزك تفهمي، اللي بيحبك، انا عارف ان علاقه محرمه، اللي بيحبك مش هيكون فاضي ان هو يكلمك. ليه؟ لان هيكون مهتم بحياته اكتر. لو هو لسه طالب هيكون مهتم بمذاكرته اكتر، يعني ده مستقبله. هيكون مهتم ان هو يشتغل، يتعب ويشتغل ويطلع عينه عشان في يوم من الايام يقدر ان هو يكون جد كلامه يعني. ولو هو خلص تعليم، هو المفروض لو هو صادق في كلامه المفروض يشتغل صبح ليل نهار. بص اللي هو ما يضيعش وقت، اللي هو ايه، يا دوبك تكلمني 5 دقايق ويقول لك طيب سلام عشان انا عندي شغل. ده الراجل اللي يعتمد عليه. انما انك مرتبطه بواحد تقريبا الفاضي 24 ساعه لسه بياخد مصروفه من ابوه، ده سيبك منه ملوش لازمه. في كلا الحالات الارتباط غلط وحرام، فما تحطوش نفسكم في الحته دي، وملوش اي لازمه. تضييع وقت، توتر، واحد يدخل في حاله نفسيه زفت خالص، تقريبا بيوصل لتضييع المستقبل اصلا. واحد ما يعرفش يذاكر ولا يعرف ينام، تقريبا لو دخلت في علاقات زي دي والله حرفيا هيكون يعني هتنسوا يعني ايه نوم، مش هتعرفوا تناموا، هتفقدوا الشغف تماما في المذاكره والنوم. فما تدخلوش نفسكم في حته زي دي، لان الحته زي دي بتدمر حرفيا. تمام كده؟ انا جاوبت لك على اسئله اللي انت حاول تسالها لنفسك. حياتك اولا،
جه في بالي الفيديو ده، انا عايزك تخلي اولوياتك حياتك. مستقبلك معتمد عليك انت، والله العظيم مستقبلك معتمد عليك، مش معتمد على اهلك ولا معتمد على اصحابك ولا معتمد على واحدة انت ممكن تكون مرتبط بيها وتضيع وقتك عشان العب. رب ما اكونش طولت عليك في الفيديو، بس دي خلاصة التجربة. حاول انك ما تضيعش وقتك في الكلام الفاضي دوت. عايزك تعرف قيمة الشغل، قيمة الفلوس، قيمة المذاكرة، لأن هم دول حياتك بعد كده. لما النت يفصل من عندك أو الباقة تخلص بتتضايق وتتعصب وتروح تطلب من أبوك فلوس وبتاع ويمين وشمال. ما بالك بقى لما تخلص تعليم؟ يعني مش عايز اصدمك انك مفيش حاجه اسمها بعد كده ان انا هاخد فلوس من والدي، لا مفيش والله. انت اول ما تدخل الكليه مفيش حاجه اسمها هاخد فلوس، تعتمد على نفسك تماما. حاول ما تضيعش وقتك المهم ده في التفاهات، ابوس ايدك ما تضيعهاش في التفاهات. كده الفيديو خلص، ودي تجربه صغيره كده انا مريت بيها. خلي اولوياتك حياتك، قوم اعمل اللي انت المفروض تعمله، قوم اعمل اللي انت المفروض تعمله. تعال على نفسك، اتعب النهارده واعمل، ذاكر واشتغل واعمل، اتعب شويه. ما تعبتش دلوقتي هتتمرمط بعدين. تمام. كده الفيديو خلص، واللي معترض على كلامي يكتب لي في التعليقات، مفيش اي مشكله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.